مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى محضر لكم مفاجأة كبيرة قوي، حلوة قوي قوي قوي، هتعجبكم. العربية الشقية دي، العربية دي تحفة 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 بمعنى الكلمة. دلوقتي بقى هنبدأ نفككها، نشوف بتتركب ازاي مع بعضينا كده، وعايزكم تشوفوها. هي بصوا جميلة جدا، انا شفتها بصراحة انبهرت. الراجل وهو بيجربها لنا انبهرت بيها. مش عايز اقول لكم، يعني انا كبير اهو ونفسي العب بيها والله العظيم بجد. جه نزلت جبتها للزيكا ابني، كانت عاجباه قوي وعايز يجيبها. نزلنا جبناها النهارده وقلت افرحه بيها، وعايزين نظبط كده مع بعضينا ونفتحها ونشوف جواها ايه. يلا بينا نبدا بقى نشوف جواها ايه. نفتح كده الكرتونه من الجنب ونشدها كده ونخرجها، هي كل حاجه وقعت. دي الكرتونه بتاعتها اهي. جاي معاها الصابون، ده الصابون اللي بيتركب بتاع المسدس بتاع الفقاقيع، لان هي معاها مسدس تحفه. انا عايز اقول لكم تحفه، هتعجبكم قوي. جاي معاها كيسين بيتملوا هنا بعد ما ده بيفضى. دي وصلة الشاحن بتاعها، بتتشحن بيها. دي ما بتشتغلش ببطاريات، دي بتشتغل ببطارية ليثيوم. اوريها لكم دلوقتي فين. ايوه البطارية الليثيوم اهي، بتتشحن هنا. وصلة شاحن بقى بتتحط وبتتشحن، بس ما يكونش شاحن عالي عشان ما تضربش، لانها ما بيستحملش. يجي بقى وقت العربية التحفة الشقية. ايه رأيكم؟ بص دي العربية، ده مش عارف بيسموه ايه كده، ليه اسم نسيته بصراحة. المسدس ده بيعمل فقاقيع تحفة تحفة. طول ما هي ماشية بقى انت عايز تعمل فقاقيع، يعني مش قادر اقول لك، بتبقى جميلة جدا. نفكها بقى نشوفها مع بعضينا، وده الريموت كنترول بتاعها. نفكها بقى ونشوفها مع بعضينا كده. يلا بينا نفك بقى من هنا. بص ليها بتاع، بنفكها هنا كده من الظهر. فكناها، بص عامله زي المسمار. ده الريموت كنترول بتاعها، بص عامل ازاي. ده بيطلع قدام وبيرجع ورا، وده بيحول الريموت ليمين وشمال، يعني تيجي يمين وشمال وترجع ورا وقدام. وده بتاع الفقاقيع اللي بيشغل الفقاقيع. العربية اهي، قولوا لي ايه رأيكم، اكتبوا لي في الكومنتات. العربية تحفة. في مسندين من تحت اهم، مسند اهو ومسند اهو، هنفكهم. واول ما نفكهم هنطلع العربية نشوف مع بعضينا كده ونجرب. الكلبسة التانية بنفكها برضو. بيجي بقى معايا، بصوا يا جماعة، المفك الصغير ده اساسا، بص الناس كلها بتدوخ عليه اساسا دوت، عشان انت لو مثلا في مسمار، يعني بصوا زي كده، في مسمار هنا اهو، هو شايله عشان احنا ايه نجرب على طول مكان اهو. بنفك المسمار، وبعد ما بنفكه بنفتح الغطا. نفتح الغطا كده مع بعضينا. الغطا اهو اتفتح، وبعد ما اتفتح دي البطاريه اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي الليثيوم. بصوا في هنا مكان، في مكان هنا بتاخد دي كده، بتاخد دي كده معايا، وبتركبها هنا بالراحه وبكل هدوء، لان هي فيها بنات، لو البنه اتكسرت دي باظت. اصبح كده البطاريه شغاله اهي. نجرب كده بالريموت، شايفين الكاوتشات بتتحرك يمين وشمال. ورا بصوا العجل بيجري اهو، شايفين الكاوتش اللي قدام
يمين وشمال كده هي شغالة. ناخد الغطا كده بعد كده نقفله، نقفل بقى المسمار في المكان بتاعه اهو، نقفله كده. العربية شغالة دي كده يمين وشمال تطلع لقدام، شايفين؟ تحفة. مش قادر اقول لكم على الجمال والحلاوة بقى. بص تيجي يمين تيجي شمال وانت بقى ترجع بقى براحتك، عايز كأنك راكب عربية حاجة. بس نجرب لكم بقى المسدس. الزيكا طبعا مستعجل عايز يلعب بيها، لسه جديدة. المسدس انتوا بتفتحوا الباب من هنا، الباب دوت بيبقى فيه خرطوم زي كده، تمام؟ الخرطوم دوت فيه فتحتين بيبقوا موجودين هنا. احنا بناخد الخرطوم ندخله كده في الفتحة، ثواني كده، في كليبسة من هنا اهي بنشيلها خالص، وبندخل كده الخرطوم في الفتحة، بنحط كده عشان توصل للصابون. نحاول نطولها شوية. في فتحة تانية بقى هنا للأسف هما مش عاملين حسابها إن هي ممكن تقع تبهدل الدنيا. ده المدخل بتاعها أهو، احنا بنفتح المدخل للآخر ونركب دي كده. هي صعبة شوية بس لازم نتعامل مع الحاجات دي كده بالراحة. هي دخلت اهي باكت. المفروض ان في لزقة علشان ده ما يفتحش، بس احنا مش عايزين نكبسه علشان ما يبص. في دي ليها عدلة معينة، هو الراجل بصراحة عملها لنا بطريقة صعبة. وركبناها وخلاص. وهنجربها اهو. بصوا الزرار اللي في النص ده بقى ده بتاع الفقاقيع، بس بتشحن اهو. شايفين المنظر؟ هي ما تقلقش، لا ما تقلقش، شايفين المنظر؟ تحفة تحفة. يلا اشوفكم بقى الفيديو الجاي نجرب كده مع بعضينا. المرة الجاية بعمل لكم بقى فيديو ازاي تمشي ونلعب بيها ازاي ونظبط مع بعضينا. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامة.